يا مساء الجمال والدلع. في البداية طبعا انا بعتذر عن صوتي لان انا كنت تعبانة الفترة اللي فاتت دي، بس الحمد لله بقيت كويسة دلوقتي، فرجعت لكم بوصفة بسيطة وسهلة. هنعمل مع بعض كيك الماربل او كيك الشاي. الكيكة دي انا بحبها جدا، بحب اعملها لان هي سهلة قوي. طريقتها بسيطة، من سهولتها ممكن نعملها كل يوم. ممكن نعملها للأولاد في اللانش بوكس. ممكن لو ملناش نفس نفطر، نعملها جنب كوباية الشاي أو كوباية القهوة، بتبقى طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت مش بتاخد مجهود، بتتعامل في 10 دقايق بس. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. هنجيب الخلاط وهننزل فيه ب3 بيضات، يكون حجمهم كبير. لو البيض بتاعك صغير هتنزلي ب4 بيضات. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الخل، والخل بيدي هشاشة حلوة قوي للكيك. وبعد كده هننزل بكيس فانيليا، ونص كوباية من الزيت، ونص كوباية من السكر، وكوباية الا ربع من الحليب. طبعا كل المكونات هتكون في درجة حرارة المطبخ. هنضرب المواد السائلة كلها مع بعض في الخلاط لحد ما الخليط يفتح ويبقى بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نحضر المواد الجافة. هنجيب كوبايتين من الدقيق، بس هنشيل من كوبايتين الدقيق معلقة عشان هنحط مكانها معلقة من الكاكاو الخام. يعني هنبدأ ننخل كوبايتين من الدقيق، بس هنكون شايلين منهم معلقة. بعد كده هنحط كيس من الكيك شيف وهننخله برضو. وبعد كده هنقلب المواد الجافة مع بعض عشان يختلطوا مع بعض كويس، وهنبدأ نحطهم شوية بشوية في الخليط السائل ونضربهم في الخلاط كويس. انا حطيت المكونات شوية بشوية عشان ما تكتلش مني في الخلاط، والخليط ما يدوبش كويس، وكمان عشان يبقى خفيف على الخلاط بتاعي. لازم اتأكد ان الخليط داب كويس ومفيش اي تكتلات من الدقيق، ولو في اي تكتلات على على اطراف الخلاط بنزلها بالاسباتيولا. بعد ما اكون تمام وتأكدت ان الخليط بقى جاهز معايا، هجيب الصينية وهدهنها اي مادة دهنية. وطبعا انا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، ودي خطوة مهمة. لازم اول ما ابدأ اشتغل في الكيك اكون مسخنة الفرن. بعد كده هنزل بنص الخليط في الصينية، نص الخليط بس، وهسيبه على جنب. وبعد كده هرجع لنص الخليط التاني في الخلاط، وهنزل عليه بمعلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وهضربه تاني كويس. اول ما معلقة الكاكاو الخام تدوب كويس، بصوا دابت بالشكل ده، هرجع بقى للخليط اللي كنا سايبينه على جنب في الصينية، وهنزل عليه بالخليط اللي احنا عملناه بالشوكولاتة بشكل عشوائي كده. وبعد كده هجيب الشوكة وهبدأ اعمل شكل، هبدأ امشي بالشوكة رايح جاي كده، وبعد كده همشي تاني عكس الاتجاه. طبعا ده شكل يعني كده بسيط، عشان انا مش عايزة اي حاجات معقدة، عشان نقدر ان احنا نعملها كل يوم وتبقى سهلة معانا. لكن طبعا انتي لو عايزة تعملي اي شكل في دماغك مفيش اي مشكلة. بعد كده دخلتها الفرن، خدت معايا تقريبا يعني من 30 ل40 دقيقة. وبعد كده بدأت اقطعها بالشكل ده عشان اوريكم شكلها. طبعا هي شكلها من جوه حلو جدا، شكلها حلو في التقديم. لو عندك ضيوف مثلا وعايزة تعملي لهم حاجة سريعة، هتبقى شكلها حلو معاكي وفي نفس الوقت طعمها جميل. الكيك اصلا من جوه هش جدا وطري وبيدوب في البق كده واحنا بناكله. بجد طعمه جميل جدا وبيناسب كل الاذواق. هنعمل بقى مع كام حتة الكيك دي كوباية شاي سخن نروق بيها على نفسنا. جربوا الوصفة وهستنى رأيكم في الكومنتات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.